برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتسمعوني. معاكم سلمى عبد المطلب من برنامجكم فضفضة على برونتو اف ام، وحلقة جديدة. عنوان حلقتنا النهاردة هو الزواج التقليدي ولا الزواج عن حب؟ تفتكروا إيه اللي بينجح أكتر؟ خلينا بس متفقين في الأول كده إن الجواز هو مرحلة مهمة في حياة الإنسان، ونجاح الجواز ده بيكون بناء على عوامل متعددة. أول حاجة خلينا نوضح بس إن الزواج التقليدي بيكون بتدخل من العيلة وبيكون على توافق اجتماعي ما بين الاتنين، والجواز عن حب بيكون قايم على اختيار شخصي ما بين الطرفين بعد علاقة عاطفية. طب نيجي بقى لإحساس البنت في الموضوع ده. إحساسها أكيد بيكون مختلف لما مثلا بيجيلها عريس عن حب، بيبقى قلبها كده بيدق ومستنياه وقلوب كتير في الموضوع، غير لما بيجيلها عريس صالونات زي ما بنقول. بيكون الموضوع مش فارق معاها قوي، يعني الموضوع عدى ما عداش. بس أنا بصراحة ليا رأي تاني في الموضوع ده. أنا شايفة إن زي ما الجواز عن حب بينجح، في برضو جوازات كتير صالونات بتنجح وبيعرفوا يعملوا بيت، وبرضو ممكن الجواز عن الحب اللي بالسنين كتير قوي ده ما يكونش أحسن حاجة. وفي دراسات بتقول إن الزواج التقليدي قد يكون أكثر استقرارية لأنه مبني على أسس عقلانية. وفي دراسات تانية بتقول إن الزواج عن حب بيوفر بيئة أكتر سعادة لو فعلاً في تفاهم حقيقي ما بين الطرفين، مش مجرد مشاعر. خلينا برضو متفقين إن نسبة الطلاق مش مرتبطة بطريقة الجواز، لكن هي مرتبطة بنضج الشريكين مع بعض. طب إزاي تخلي أي زواج ناجح سواء كان تقليدي أو عن حب؟ في عوامل أساسية بتساعد على نجاح العلاقة الزوجية. أول حاجة الاحترام والتقدير المتبادل بين الاتنين. تاني حاجة التواصل الجيد، إنه يكونوا عارفين يتواصلوا مع بعض، يكون في تفاهم وحوار مستمر بين الزوجين. تالت حاجة الصبر والتكيف وقدرتهم على إنهم يتكيفوا مع أي ظرف هما بيواجهوه. رابع وآخر حاجة إحياء الحب بعد الزواج. الموضوع ده مهم جدا، هو إزاي يحافظوا على الحب والاهتمام والرومانسية بينهم بعد الجواز. وفي نهاية حلقتنا أحب أقول لكم إن مش مهم الطريقة اللي هتتجوزوا بيها، يعني مش مهم تكون عن حب ولا عن صالونات، المهم إنها تكون مبنية على مبادئ وأساسيات تساعد على استمرار الزواج. والمهم تختاري أب لولادك وإنت تختار أم لولادك يشكروك عليها. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي مع سلمى عبد المطلب وبرنامجكم فضفضة.